الراجل اللي ما كانش فيه الغيرة عليك يا اختي العزيزة يغير عليك ويخاف عليك غير بلا ما تزوج به. ننصحك نصيحة مني. شنو غادي تقول في الراجل اللي كينشر الزوجة ديالو في المواقع؟ واش هذا راجل؟ هذا غير ذكر ماشي راجل. بزاف عليه يكون راجل. شحال من واحد كيبين المفاتن الزوجة ديالو في السوشيال ميديا وعنده عادي جدا وما فيهش حتى نقطة ديال الغيرة. والراجل اللي ما فيهش الغيرة كيتسمى ديوتي. اللي كينشر مراته في المواقع التواصل الاجتماعي فهو ديوتي بالطبع، ديوتي 100%. واش عباد الله انت كتنشر مراتك لوحدين اخرين يشوفوها لك ويشوفوا الشكل الجسم ديالها وانت عندك هانيه؟ هادشي علاش اختي المسلمه كنقول لك اذا كنتي غادي تزوج فتزوج براجل اللي عنده الغيره، اللي غادي يسترك ويلبس لك الحجاب ويعلمك الدين ويخاف عليك وما يحملش شي واحد يشوف فيك، يكون عنده واحد الغيره عليك. اما الراجل اللي ما عندوش الغيره على الزوجه ديالو لا خير فيه. غادي تزوج به غادي يمرضك في حياتك وغادي يعذبك وغادي يمرضك ويخليك عايشه واحد الحياه ما مرتاحاش. هادشي علاش تزوج بالراجل اللي عنده الغيره وعنده دين واخلاق، هو اللي غادي يعيشك عيشه زوينه. علاش؟ حيت كيكون كيتقي الله فيك وكيخاف عليك وكيغير عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لا يدخل الجنه ديوت. يلا دابا هادشي هادو كترو اخوتي، فهاد الديايات كترو في السوشيال ميديا. تلقاهم اغلبيه ديالهم اللي تزوج كينشر مراتو بحال كيدير مراتو تجاره كيدخل عليها الفلوس. وإلا لاحظتوا اي واحد كينشر مراتو في مواقع ما كيطولش دغيا دغيا كيجي عليه الخبر بان تفارق مع مراتو. علاش؟ حيت ما كيسترش راسو ما ساترش مراتو. حيت انجح الامور هي اللي كتمر بالكتمان وبالستر، ما كيعلمها غير الله عز وجل. ماشي اي حاجه درتيها بقى تنشرها. فهمتوا اخوتي؟ تحياتي والسلام عليكم.